في الفيديو ده هقول لكم الملخص اللي حصل في الاسبوع التاني او الجوله التانية في الدوري المصري والماتش حصل فيها ايه. برضو الجوله دي فيها كانت تعادلات كتيره. برضو تعادلات 0-0. الاسبوع الاول كان فيه 4 تعادلات، الاسبوع ده فيه 3 تعادلات برضو 0-0 وتعادل 2-2، والباقي الماتشة فوز. كمان الاسبوع ده كان احسن لاعب في الاسبوع كله هو احمد سيد زيزو، بسبب انه جاب جونين مع الاهلي وكان نجم المباراة الاول. كمان الاهلي النهارده في الاسبوع ده كان احسن فريق لعب هو والمصري. هما الاثنين يعني جايبين اكتر اهداف، كل واحد جايب فيهم في الماتشين لغايه دلوقتي 6 اهداف. بيراميدز برضو كسبت الاسبوع ده بس بعد شق الانفس. الزمالك بيتعادل بأداء مخيب للأمال لجمهور الزمالك بالتعادل السلبي ضد الفريق الصاعد المقاولين، اللي هو أصلا ما عندوش لعيبة أصلا كبيرة، كلها لعيبة كانت من الدرجة اللي هي الدوري اللي هو المحترفين ده، الدرجة التانية. صعد معاهم ما جابش لعيبة أو لاعبين وما عملش حاجة. الزمالك في الماتش أداء كان مجزي خالص، مفيش هجمات، مفيش أي حاجة. الماتش كان سيء، اللي عاوز ينام كان يتفرج على الماتش بصراحة. دي كان كل حاجة. هقول لكم بقى النتائج. كان في أول ماتش بدأ في الأسبوع ده كان مودرن سبورت والاتحاد، خلص الماتش 2-1 لمودرن سبورت. كان أحرز الأهداف محمد رزق ومحمد هلال لمودرن، والاتحاد فادي فريد. تاني ماتش كان برضو كان بين زد وسيراميكا، خلص الماتش 0-0. أما الماتش التالت كان بين بيراميدز والإسماعيلي وخلص 1-0 لبيراميدز بهدف مروان حمدي. اما الماتش التالت كان ماتش حلو بصراحة، كان ماتش المصري وطلائع الجيش. وكان فيه احسن هدف في الاسبوع، هدف محمد مخلوف لاعب المصري اللي جاب الجون في الدقيقة 87، ومنذر طمين اللاعب الجزائري بيجيب الجون، كان جاب جون. وكمان صلاح محسن جاب جون للمصري، وخلص الماتش 3-0. اما تاني يوم اللي هو يوم الجمعة كان في 3 ماتشات. بدأت ماتش بكهربة الإسماعيلية وبتروجيت، خلص الماتش ب2-2. جاب أهداف كهربة الإسماعيلية سيف الخشاب ومحمد شيكا، أما بتروجيت بدر موسى وأحمد بحجاب اسمه كده تقريبا. اما حرس الحدود كسبت ماتش كان مفاجأة، فازت على بنك الاهلي ب1-0 بجون احمد الشيخ، والله برضو كان جون حلو جدا. اما الماتش الاخراني اللي كان بين الاهلي وفاركو خلص الماتش برباعية للاهلي، جاب الاهداف 2 زيزو، 1 محمد شريف وجون لجراديشار. اما جاب جون فاركو محمد فخري. اما اليوم التالت اللي هو كان امبارح يوم السبت، في اليوم كله هو مايو جون 1 يتيم كان انبي لما كسب وادي دجلة بهدف لرفيق كابو اللاعب التونسي. اما الماتشين التانيين الزمالك والمقاولين 0-0، وغزل المحلة وسموحة اتعادلوا 0-0. دي كان كل حاجة حصلت في الدوري المصري. برضو حصل فيه كان في ماتش الاهلي طرد لمحمد هاني، وفي ماتش بيراميدز كان فيه طرد لابراهيم بلاتي توريه ومحمد ايهاب لاعب الاسماعيلي وبرضو مدرب نادي بيراميدز المجنون ده. دي كان كل حاجة موجودة في الدوري المصري الاسبوع ده.